السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة مطبخ جانا. اليوم رايحين نديرو فيديو جديد من تحضيرات الشهر الكريم. رايحين نديرو كيفية صنع الجبن الأبيض بأسرع وأسهل وصفة ممكن أنكم تحضروه بها، يعني روعة. راح نديروها بثلاث أنواع الحليب باش تختاروا النوع اللي يعجبكم. راح نبداو بحليب البودرة. راح نديرو كاس حليب، ملعقة كبيرة نتاع الفرينة، ملعقة كبيرة نتاع المايزينا او النشا. راح نديرو زوج حبيبات لافاش كيري، وملعقة صغيرة نتاع الملح، 3 ملاعق كبار زيت. نميكسيهم مليح بالميكسور ونحطهم على النار. خليهم على نار هادية، ما ياخذوش وقت بزاف حتى يكثف لي الخليط ويرجع كالفرماج. هكذا وبدا يخثر. نواصل التحريك المستمر حتى يخثر ويولي رطب كما راكم تشوفوا. من بعد راح نديرلو ملعقة كبيرة نتاع الزبدة وزوج ملاعق كبار نتاع خل ابيض. ندخل الزبدة في الفرماج هذاك، هكذا راح نختار اي اناء دائري. راح نفرش كيس غذائي ونديرو فوقه ونسوي السطح ونخليه في الثلاجة مدة نصف ساعة. راح تكفيني حتى يجمد. حنقطع لكم تشوفوا القوام تاعو فقط. يدهن للخبز يذوب على النار. راكم تشوفوا في القوام تاعو قوام الفرماج. رايحين نديرو الان بحليب تاع 3000. نديرو كاس حليب، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة مايزينا، وملعقة كبيرة فرينة، و3 ملاعق زيت، وزوج حبيبات فرماج لافاش كيري. نميكسيهم بالميكسور ونحطهم على النار. انا حنحطهم على النار ونرجع لكم. بعد ما حطيتهم راكم تشوفوا كيفاش جمد. حندير لهم 2 ملاعق تاع الخل وملعقة كبيرة نتاع الزبدة. نواصل التحريك حتى تدخل الزبدة والخل في هذاك الخليط. انا درت لكم كميه صغيره، نتوما تقدروا تكبروها تتحصلوا على كميه لاباس بها. نحطها في الثلاجه تجمد ونبدا في تحضير تاع حليب البقر. حنديروا كاس حليب بقر، نديروا له ملعقه صغيره ملح، ملعقه كبيره فانيليا، وملعقه كبيره فرينه، عفوا ملعقه كبيره مايزينا. وحندير له 2 حبيبات لافاش كيري و3 ملاعق زيت. ميكسيهم بالميكسور ونديرهم فوق النار ونرجع لكم. هكذا بعد ما كثف لي الخليط راح ندير له ملعقه كبيره نتاع الزبده و2 ملاعق تاع الخل. ندخلهم مليح في الخليط ونديرها في اي اناء كنت غلفته بكيس غذائي في الثلاجه تبرد. من بعد حنعت لكم الفروق بين الاجبان الثلاثه، واللي يعجبكم هو اللي ديروا به. هكذا بعد ما وجدوني الاجبان في 3،
راح نقسمهم ونوريكم الفروق بيناتهم. بالنسبة للقوامات، القوام بالنسبة للحليب تاع الثلث وحليب البقر نفس القوام تاع الحليب بودرة، مش كيما القوام تاع هذوك في زوج، هذوك تحسهم شوية شادين في روحهم. هذا حليب تاع 3000، البنة نتاعو كيما لافاش كيري. حليب تاع البقر راحت البنة نتاعو لجبن الكيري. بالنسبة لحليب اللحظة شوية فيه الحلاوة نتاع حليب اللحظة، لكن كي تقدم بعد بنهار ولا شوية تروح هذيك البنة وتولي بنته بنة فرماج، يعني عادي مش خايبة. لكن البنة نتاع لافاش كيري نلقاوها في الحليب تاع 3000. حليب البقر تروح البنة نتاعو لجبن الكيري وهي المخيرة. معناتها اللي يحب يجرب عندكم في 3 يصلحوا لبس بهم في 3، لكن أنا فضلت حليب البقر، يعني غني بالمواد الغذائية أحسن منهم في زوج، وأيضا طبيعي 100%. وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو تستفيدوا منه. اللي عندها أي تساؤل تحطوا لي في التعليقات وأنا نجاوب عليه إن شاء الله. هذه الكمية لبس بها يعني زوج حبات لافاش كيري دير الكمية كيما هذه. حبيت تضعفي الكمية نتاع 8 حبات والله راح دير لك كمية لبس بها تاع وقت ما تديش بزاف وبالخف تجمد، ما تحتاجيش انك تروبي. ولا ان شاء الله فيديو اليوم يكون مفيد لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.